السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي بأسهل طريقة. أسهل طريقة. هنفرم اللحمة مع بعض كده في الكبة، حوالي نص كيلو لحمة زي ما انتوا شايفين كده. ضربنا اللحمة في الكبة، يعني لو ما عندكيش كبة ممكن بتشتريها جاهزة، بتكون يعني سهل عليك. وبدأت بالفلفل الاحمر والاخضر، يعني حراق. لو ما بتحبيش ممكن تستبدلي بفلفل الوان، بحيث يديلها طعم. وبدأنا كده نضيف، ما بنعصرش البصل والفلفل قوي عشان ما يدوش معانا ميه وتعجن في العيش، يعني بنضربها فرم ناعم كده. وبنبتدي نضيف عليها الفلفل الاسمر والملح، ولو عندك بهارات لحمه بتكون طبعا بتزود النكهه، بس انا ما عنديش، فيعني الدنيا ما بتقفش، ماشي حالك باللي موجود عندك. وببتدي كده اقلب اللحمه، وبركنها كده حوالي نص ساعه تاخد من بعضيها. فبعد ما ركناها كده حوالي نص ساعه، معانا عيش بلدي بفتحه كده بالمقص، وهبتدي كده احشي العيش اللي معانا. ممكن لو العدد عندك كبير وما عندكيش الا لحمه بسيطه، ممكن تحط عليها بطاطسيه مسلوقه، بتبقى برضو طعمها حلو قوي وما بتبانش على فكره، بحيث تزود معاك الكميه شويه. ودلوقتي بعد ما خلصنا كده كمية العيش اللي معانا وحشيناها، بنبتدي نجيب صينية، ونبقى مشغلين الفرن على درجة حرارة متوسطة، عشان يعني العش ما يتحرقش مننا، وتبقى اللحمة اللي في الحشو تبقى لسه نية. الصينية كده وبنرشها بزيت عشان العش ما يتحرقش منا، وبنحطها حوالي نص ساعة في الفرن، وبنرش على وشها كده برضو حبة زيت. لو عندك سمنة برضو بتكون جميلة. وده كده شكل الحواوشي بتاعنا بعد ما طلع زي ما انتوا شايفين. يا رب فيديو النهارده يا جماعه يكون عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش من اللايك والشير واشتراكي في القناه. ودمتم في حفظ الله.